لنكن صرحاء، هذا العنوان كان سيكون عاديا جدا لو وضع قبل آسيا قطر 2024، أو ربما كان ليكون مفرحا لكثير من الأردنيين الجميلين. ستقول لي كيف؟ اسمع. ألم يكن بعض الأردنيون المتسرعون في الحكم ليفرحوا بالإقالة التي طالبوا بها مرارا وتكرارا قبل الإنجاز التاريخي الذي حققه عموتة مع الأردن بالتأهل للنهائي؟ المشكلة أن نفس من انتقدوا عموتة هم نفسهم بعض الأردنيون الذين هللوا لتأهل الأردن إلى نهائي تاريخي كانوا يحلمون به منذ تأسيس الاتحاد الأردني. أمر عادي جدا بالنظر إلى طريقة تفكير المشجع العربي الرائع الصبور. دعوني أولا أوضح شيئا. أعلم يقينا أن مشجعي الأردن الرائعون هؤلاء كل ما قالوه في عموتة هو حبا في رؤية منتخبهم قوي وينتصر ويحقق نتائج جيدة. ما قالوه شيء له مبرر، فعموتة خسر بالثلاثة والأربعة والستة، وربما انتقادهم هذا وعدم ثقتهم في عموتة هو ما حقق هذا الإنجاز التاريخي. ليسوا وحدهم بعض الأردنيون من تسرعوا في الحكم، فهذه طبيعة المشجع العربي. يريد كل شيء بسرعة، يريد الفوز بكل شيء في لمح البصر. حتى في حياتنا اليومية نموت في النتائج السريعة، ويا ليت تلك التي لا يكون فيها جهد بدني وذهني وإرهاق وتعب وصبر إلى آخره. لكن هذا حديث لن نخوض فيه كثيرا. السؤال الآن: هل سيبقى عموتة فعلا مع منتخب الأردن، أم أنه سيقدم استقالته في القريب العاجل؟ أود أن أرفع القبعة لمسؤولي الاتحاد الأردني الذين لم يستمعوا للمتسرعين من الأردنيين. وقتها حافظوا على رجل ذو شخصية قوية بشهادة كل من عرفوه. عموتة مدرب كبير جدا ولديه فكر تكتيكي من دك الشرفع كما كنقولوا بالمغربية. عموتة يضبط المحيط أولا، وهذا من أولوياته في تجربته مع الأندية التي أشرف عليها، أو المنتخب المغربي الرديف الذي فاز معه بكأس إفريقيا للمحليين، أو الوداد الذي فاز معه بالتشامبيونز ليغ الإفريقية. صحيح أن عموتة لا يبتسم كثيرا وهذه طبيعته، لذلك فهذه طبيعة مدرب محنك لا يعترف إلا بالجدية أثناء الملعب. عموتة يا أصدقائي سيطور كثيرا من المنتخب الأردني بشكل رهيب جدا، وهذا لاحظناه في آسيا. بعض اللاعبين ستصدمون من مستواهم الكبير والرفيع وتغييرهم إلى الأفضل، لأن عموتة يجيد كثيرا إخراج الأفضل من لاعبيه، خصوصا في الجانب الدفاعي. يزن العرب سيصبح وحش العرب مع عموتة. اسألوا العطوشي كيف كان مع الوداد قبل عموتة وكيف أصبح. لاعب كان مستواه جد عادي ليحوله عموتة إلى مدافع صلب وقوي جدا. أود أن أقول لكم أيها الأردنيون وكل من يتابع هذه القناة: الاتحاد الأردني وقع في مدرب عاشق للألقاب، وإن خسر لقب آسيا أمام قطر الذي كان الأحق به في ظل المجازر التحكيمية التي تعرض لها المنتخب الأردني، فعموتة سيفوز معكم بلقب لا محالة. فعموتة رجل ألقاب بالدرجة الأولى. رفقة نادي الفتح الرياضي فاز بكأس العرش سنة 2010 وكأس الكونفدرالية الإفريقية في نفس السنة. رفقة نادي السد القطري فاز بدوري نجوم قطر سنة 2013. بعدها بسنة فاز بكأس أمير قطر، وسنة 2015 أيضا كأس السوبر القطري سنة 2014. رفقة نادي الوداد الرياضي الدوري المغربي الممتاز موسم 2016-2017، دوري أبطال إفريقيا سنة 2017، ومزايا أخرى يمتاز بها عموتة. فكر تكتيكي يكاد يكون الأفضل عربيا ومتشبع بالتكتيك الإيطالي الواقعي. صعب جدا أن تسجل على عموتة إذا سجل هو الأول، واسألوا الأهلي 2017 في نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد. عموتة واحد من المدربين الذين لا يحبون اللف والدوران، واقعي بشكل كبير جدا. في الحقيقة كل متمنياتي أن يستمر عموتة مع المنتخب الأردني ويكمل المشروع الذي بدأه وبين يديه رفقة طاقمه المغربي الكفء مصطفى الخلفي، هشام الإدريسي وآخرون. أمامهم تصفية كأس العالم 2026، ونتمنى صادقين أن يكون عموتة المدرب المغربي الثاني الذي يكون حاضرا في كأس العالم بعد وليد الركراكي. الناس اللي وصلوا حتى لهنا نقول لكم شكرا لأنكم كملتوا الفيديو حتى الأخير. وإذا عندكم أي اقتراحات ممكن نناقشوها في الفيديوهات الجايين، مرحبا. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تشجعونا بلايك، لأن هذا كيساعد أن الفيديو يبان الناس الآخرين وينضموا لنا القناة. لا تنسى الاشتراك في القناة. شكرا لك على المتابعة، والسلام عليكم.